سلام سلام ومرحبا بكم من جديد. اليوم جبت لكم فيديو على الترقاع. درس تاعنا اليوم راح يكون في ترقاع هاد السيرفات اللي فيها لا دوبلور. جميع بنت سقستني كيفاش نديرو ترقاع سراويل ولا اي حاجه فيها لا دوبلور كيفاش نخدموها. كنت ديجا من قبل خدمت لكم في شورت، يعني فيديو قصير تاع 60 ثانيه باللون الاسود، لكن ما بان لكمش. الان طاحت بين يدي هاد لا كولور وحبيت ندير عليها درس هكا خفيف ظريف للبنات المبتدئات ولا اي بنت حابه تتعلم كيفاش ترقع سروال فيه لا دوبلور. دونك اذا اول مره تشوفي القناه ما تنسيش ديري لنا ابوني جيم وكومونتير. نشوفوا هنا عندنا اللقيه الاولى نفتحوها، وكي نفتحوها نروحوا للقيه الدخلانيه، يعني نروحوا للجزء الداخلي نفتحوه ونخرجوا منه الجزء تاع الكاوي. يعني هنا هذه سيرفا تاع كاوي، القماش الامامي، الوجه تاع الكاوي، لا دوبلور تاعو قماش عادي. اذا نروحوا عند القماش العادي وباش نخرجوا الكاوي اللي هو الوجه الامامي وتكون فينيسيون شابه من الداخل. دونك نخرجوا الكاوي عندنا ونخيطوا هذيك الفتحه المفتوحه، نخيطوا على بعد 1.5 سنتيمتر. ما ناكلوش بزاف في القماش. كيما راكم تشوفوا خليت لكم الخياطه باش تشوف اي وحده هكا مبتدئه تبغي تشوف ماشينه الخياطه مازال ما شراتش ولا تدي نظره هكا على الماشينه باش تزيد تتحفز. يعني هو فيديو تعليمي و ميم طون للتحفيز، باش كل طفله تكون حاطه صوالحها مازال ما خدمتش من هذا الفيديو تنوض تخدم. عفسه واحده اخرى تاني اللي حبيت نذكركم بها، في الفيديو السابق نشكركم بزاف على هذوك التعليقات الايجابيه. حبيت نقول لكم باللي الماشينه قبل ما تبدو تخيطوا فيها توجور رقوها، مسحوها بقماشه نظيفه وديروا لها ماء مرقي ولا ماء زمزم ولا مهم حاجه باش تحافظوا على الماشينه تاعكم هكا من العين، من الحس، من العين التراكميه تاني دير مشاكل هكا بلوطاغ ما يكونش عندكم مشاكل وتنوضوا ديريكتومون للخدمه تاعكم. هذه عن تجربه. تاني حصنوها بالاذكار وقراءه سوره البقره وسيلوفو ديروا تليفون وشغلوا فيه سوره البقره هكا على العين. الان جبنا هذيك الدخلانيه فتحناها. توجور نقول لكم مع اللقيه ديروا ايبانك، وايبانك يكون الاتجاه تاعو افقي باش ما تنكسرش الابره، ميم سي تفوت عليها ما تنكسرش. هيا وخيطوا على هذيك المسافه اللي حددناها تاع 1.5. كي تجوا عند اللقيه ثبتوا الخياطه وفوتوا لا دوبلور اللي دخلنا به باش جبدنا هذاك الكاوي نرجعوه ونبلعوا الفتحه الاولانيه. تاني كاين اللي تحب دير لها سيرجي باش ما تعاودش تتقطع وتتشرطن، كاين اللي غير الابره والخيط. انا هنا الابره والخيط ما ننصحش بها، انا ننصح اما تكون زيكزاك سير بسيرجي دير لها سيرفيلاج، ولا ديرها خياطه بالماشينه العاديه، يعني خياطه مستقيمه كيما راكم تشوفوا. غدوه كي تعاود تتقطع تعاودوا تفتحوها. بيان سور ما ديروش تثبيته في البديه وفي التالي وتخيطوا عادي. بالمناسبة نشكر بزاف المتتبعات والمتتبعين اللي راهم يتابعوا في القناة واللي بفضلهم القناة راهي تطلع، وهكا تحفزوني باش نزيد نحط لكم ما اكثر ان شاء الله. راهم جايين مشاريع دي بروجي كبار نديروهم مع بعضنا ان شاء الله، تفصيل خياطه وكاين دروس ايضا ودورات تكوينيه في المستقبل ان شاء الله. دونك كيما راكم تشوفوا رحت لهذيك الفتحه الاولى. دونك هنا صاي خيطنا الكاوي، غادي نرجعوا عند البلاصه الاولى اللي خرجنا منها الفتحه تاع الكاوي ونخيطوها بنفس الشيء. نكونوا بلعنا الخياطه هنا باش هكا كي نقلبوا الكاوي تاعنا نلقوها بون فينيسيون. بالنسبه لهذه الماشينه اسمها الزوج، واللي حابه اي معلومه على هذا الزوج تكتب لي في التعليقات. هي ماكينه سيلونسيوز اندستريال اوريجينال اصليه وتتمشى، يعني نصف كمبيوتر، فيها نصف كمبيوتر. بعديها ندير لكم صوره عليها هكا باش تعرفوا عليها وطريقه تركيب الخيط تاعها، التزييت تاعها، يعني كل ما يخص الصيانه تاعها ان شاء الله تلقوه على قناتي. وش هي برك خلوا لي في التعليقات باش نشوف لي بيرسون اللي راهم انتريسي بهذا الموضوع، ما نحطش حاجه ما تكونوش مهتمين بها ولا.
نحط لكم غير الفايده ان شاء الله. بعديها بالكوب فيل، وانا ما ننصحش بالمقص، انا ما كاش عندي هذاك الديبوزور، استعملت المقص العادي يعني قصص. دركا خرجت الفتحه الدخلانيه وراني نخيط فيها غير بشويه، وتوجور نلاقي لقيه مع بعض توجور بإيبانغ، وندي ونفوت بالماشينه على هذيك اللقيه باش تثبت لنا وخلاص. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. اذا عجبتكم ما تنسوش ديروا ابوني، جامو كومونتير، وانتظرونا دائما في الجديد. شكرا.